السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. المكرونة والبانيه الأكلة الدارجة والمشهورة اللي بنعملها لما ملاقينش حاجة نعملها. نعمل مكرونة بالصلصة والبانيه بالبيض والبقسماط زي ما الكل عارف. أنا بقى عندي الأكلة الدارجة، مش البانيه المقلي والمكرونة بالصلصة، لا، أنا عندي الأكلة الدارجة دي بانيه مشوي ومكرونة محمر. تعالوا بقى نشوف أنا بعملها ازاي. أول حاجة معايا صدور فراخ. اول حاجه حطيت كده حوالي نص كوبايه من اللبن على نص كيلو من البانيه او صدور الفراخ يعني. وبعد كده دي بقى التتبيله بتاعه البانيه. حطيت رشه كده من السماق، او يعني نص معلقه صغيره من السماق. وحطيت نص معلقه صغيره من الجنزبيل، ورشه كده من البابريكا، ورشه من الفلفل الاسود، وشويه من الملح. انا بفتكر معاكم انا حطيت ايه على فكره. وحطيت نص ليمونه كده عصرتها زي ما انتم شايفين. وبحب احط على البانيه قوي عسل نحل، بالذات المشوي، لان بيديله كرمله كده وطراوه حلو، وطعم السكره بتاعته بتبقى حلوه كمان. وقلبت التتبيله زي ما انتم شايفين. وعلى فكره ممكن نستبدل اللبن بزبادي. هنحط بقى صدور الفراخ كده، وطبعا كل ما تقعد في التتبيله كل ما هتبقى احلى. الجمله الاشهر للاطلاق اللي انا بقولها على طول في اي بانيه بعمله، او اي فراخ بتتبل عموما، كل ما تقعد في التتبيله كل ما هتبقى احلى. وممكن لو احنا يعني عاملينها في القايمه بتاعه الاكل نحطها في الفريزر بالتتبيله بتاعتها. تاني حاجه بقى حطينا شويه من الزيت حلوين كده ومعلقه من السمنه، عشان احنا عايزين المكرونه بتاعتنا تبقى مفلفله كده وحلو. وحطيت كيس من المكرونه المرمريه، بحب المكرونه المحمره تبقى مرمريه. حابه بقى المقصوصه الاكبر شويه زي ما تحبي. وهنحمرها لغايه ما توصل معانا للون الحلو ده. عايزه المكرونه تتحمر حلو. وحطيت رشه من الفلفل الاسود وطماطميتين كده مبشورين. ممكن نحط صلصه بدل الطماطم المبشوره، بس الطماطم المبشوره بتديها طعم فريش احلى. وطبعا بقى شويه شوربه حلوين كده نحطهم زي ما بنشرب الرز كده. ويعني تبقى الشوربه كده فوق المكرونه بسنتي كده ولا حاجه. وطبعا نظبط الملح، ما عندكيش شوربه تحطي مرقه دجاج المكعبات يعني. وبعد كده هنسيبها تغلي غلوة، وهنوطي عليها النار زي الرز بالظبط، ونسيبها بقى مع نفسها تغلي غلوة واحدة بس، ما نسيبهاش على نار عالية، علشان ال يعني اللهم صل على النبي، المكرونة يعني تبقى مفلفلة وحلوة كده، وتبقى سواها حلو. بعد كده بقى هنبتدي نشوي البانيه بعد ما تبلته وقعد بقى في التتبيله. حطيت بقى شويه زيت صغيرين كده في اي طاسه عندك، وهحط بقى البانيه هرصصه. الاكله دي تنفع يعني، بحبها في الصيف جدا، اكله خفيفه تنفع المصايف جدا على فكره. والاطفال هيحبوها برضو. وهنقعد بقى نقلب البانيه على الناحيتين على نار عاليه كده. اول ما نلاقي لونه اتغير هنوطي عليه، وهنسيبه بقى لغاية ما يستوي وياخد اللون الحلو ايه، اللي هو اول درجات الذهب دي زي ما انتوا شايفين كده. انا يعني البانيه المشوي انا بعمله اكتر ما بعمل البانيه يعني. انا ممكن كل فين وفين ما اعمل بانيه بالبيض والبقسماط، مش بفضله قوي بصراحة. وهنا بقى المكرونة، بعد شايفين بقى الفلفلة بتاعت المكرونة ولونها ما شاء الله، كل لون كده المكرونية اللون اللي جنبها، ما تفرقهمش عن بعض. واهم حاجه ان احنا نوطي النار عليها زي ما قلت لكم. وفي نفس الوقت نظبط الشوربه بتاعتها. والزيت برضو نخلي بالنا، لان الزيت هو اللي بيفلفل المكرونه. هنا بقى بعد ما غرفت المكرونه كلها وحطيت البانيه على الوش، الاكله دي مش عايزه الا طبق سلطه خضار بس، وهتبقى كده احلى اكله. حبيت اعمل لكم فيديو خفيف لطيف كده، بحب الاكلات الخفيفه اللي ما فيهاش يعني فزلكه كتير. وطبعا اهم حاجة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليقكم اللي بيبسطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.